كيف تعرف بابك الذي يناسب حالك ويكون بابك إلى الجنة؟ 1. ادعي ربنا. إن كنت لا تعرف الباب، من أعظم الأسباب رقم 1 أن تدعو الله عز وجل بصدق. 2. انظر في الأكثر أثرا على قلبك. لما تيجي تعمل أعمال صالحة بص الأثر الأكبر عليك. وبالمناسبة الأثر نوعين مهمين جدا: أثر وقت العمل من وجل القلب أو استحضار المراقبة أو شعور حلاوة الإيمان وقت العمل، دي علامة حلوة. أو ما بعد العمل، ساعات العمل ذات نفسه تعمله عمل صالح جدا بس هو كان حركي فما فيهوش بقى وجل وروحانيات وبتاع، بس بعد ما تعمل العمل ده تلاقي نفسك بتتوب اكتر وبتحافظ على حسناتك اكتر ومش عايز تعمل الاخطاء بتاعت زمان اكتر بتتغير. 3. ان يكون فعل العمل العبادة دي على النفس يسير. يقول لك ما بلاقيش مشقة. طب لازم يكون في مشقة يا عم، ده رزق، ده ربنا رزقك حب الخير، ده يحب لك ان تقبل هنا فسهلها عليك. 4. قلة الموانع الخارجية. تلاقيش الدنيا متقفلة. طب ساعات بتبقى متقفلة، بتجاهد وبتحاول تاخد بالأسباب وبتتفتح، يبقى كمل زي ما انت، ولكن انتبه، اعلم أن النفس قد تتحايل على العبد فتشغله بما لا يستطيعه كي تفوت عليه ما يستطيعه. تشغلك باللي انت ما تقدرش عليه عشان تفوت عليك اللي تقدر عليه. ادخل في الباب المفتوح إلى أن يفتح الباب المغلق. 5. عظم الأجر. هتختار باب لازم يكون أجره كبير. 6. والأخيرة عدم التعارض مع الفروض. تبقاش أنت بتدور على باب. ليه؟ لأن كل اللي أنا بقوله ده فين؟ في النوافل، في التطوع، إنما الفروض ده على كل واحد، فما ينفعش يكون بيتعارض مع الفرض. مفيش حاجة تتعارض مع الفرض مطلقا. دول 6 أسباب و6 مفاتيح تدور بيهم على بابك وتستمر فيهم فترة، وربنا إن شاء الله يفتح عليك. عايز أقول لك بس ملحوظتين 3 كده. 1. لا تهمل باقي الأبواب التي لم تتفوق فيها، واجعل لنفسك في كل جهة سهما. 2. يمكن للمرء أن يكون له أكثر من باب، بل ممكن يكون له باب و2 و3 و4 و5 وزي ما أنت عايز، فكن صاحب همة. 3. يمكن أن يفتح لك باب جديد في مرحلة حياتية مختلفة، نعم، ويغلق أيضا. 4. والأخيرة، المقصود ببابك للجنة هو الحد الخارج عن المألوف. لما أجي أقول لك فمن كان من أهل الصلاة، ده مش بيصلي 2 ركعتين في اليوم، ده أهل الصلاة، ده أهل الصيام، ده أهل الخشوع، ده أهل الصدقة، ده أهل إعانة الناس، ده خرج عن الحد المألوف. فكن صاحب همة وابحث عن بابك.